السلام عليكم، ياكم حسين انجل. اليوم حبيت اشوفكم الشفتيل الالوان الفاتحه اللي تجي بالنورمال. اكو عالم هوايه تنغش بهاي الالوان ويصيحوا لها لاتينو ويصيحوا لها كذا وهذا سبل. هاي كلها الوان موجوده تطلع بالنورمال. اذا تشوفون الطوخ الرصاصي والالوان، طبعا ذن اثنيناتهم بعدهم ما اعرف لا ذكور ولا اناث، يعني للامانه خاف واحد يقول هذا ذكر هذا، لا انتاج السنه وبعد ما كامله، بعد هي مخاليف هاي الطيور، فعادي حتى ما معروفه من الذكور ومن الاناث. بس حبيت اعزلهن واشوفكم الالوان اللي تطلع بالشف. يعني مثل ما تشوفون اكو رصاصي يجي، واكو يجي كريمي، اكو يجي على جوزي اللي هو قهوائي. فهاي الالوان اللي تجي هي كلها بالنورمال، يعني مو فشي راح يرجع ينطيك نفس الشيء. انا كان عندي زوج اللي هو نورمال يعطيني عسلي، يعطيني كريمي، مو فد مشكله يعني هاي مو فد مشكله، هاي طفره تطلع سبحان الله زين، لان هذا اساسه الرسم ماله هو بالوان مختلفه فيعطيك هاي الالوان. بس بالنسبه لهاي الالوان اللي تجي انه هل هاي الالوان الرصاصيه والفاتحه راح تعطيني باقي الالوان او كذا؟ لا مستحيل. زين، الرصاصي هو موجود بالوان فاتحه، مرات تجي الوان طوخ، وبعدها اكو طيور بعد هي مصفيه كامله. يعني هسه هذا هل طير كامل؟ لا بعده ما كامل. والدليل شوف التصفاه بعده مال راسه، بعد هي مخاليف الطيور، بعد لها تصفاه كامل. يلا تبين الاكثر بالذكور والاناث، وراها راح تبين عندك بالمزواج والطيور تصفى كامل مكمل. هاي بالنسبه اهم شيء الالوان. وان شاء الله راح انزل فيديوهات بخصوص التعليقات اللي تجيني على الفيديو. اي احد عنده سؤال يعلق وراح ينضم تعليقه، وان شاء الله راح نشرح على تعليقاتكم اللي موجوده. تحياتي وياكم حسين انجل، مع السلامه.